أكد رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم فوزي لقجع أن هيئته استكملت إجراءات الاستئناف ضد قرارات لجنة الانضباط بالكاف حول قضية غياب منتخب المغرب عن الشان. وكلمة نجلي مانديلا في حفل الافتتاح. وتأتي تصريحات لقجع التي وصف من خلالها قرارات الكاف بغير المنصفة قبل فترة قصيرة من انطلاق كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة التي ستحتضنها الجزائر بداية من 29 من أفريل المقبل، وهي المنافسة التي ستعرف مشاركة منتخب المغرب لذات الفئة. ويبدو أن لقجع يحضر لمسرحية جديدة ومناورات أخرى حول طريقة تنقل منتخب المغرب لأقل من 17 سنة إلى الجزائر. وقال لقجع في هذا السياق: سنطالب بالبت عاجلا في هذا الاستئناف لأن نسخة إفريقيا للناشئين وشيكا في نفس البلد، وينبغي توضيح الصورة إذ لم يتم إنصافنا فلن يكون لدينا خيار سوى اللجوء لهيئات رياضية دولية أعلى. وتقدم لقجع واتحاد الكرة المغربي بشكوى للكاف ضد ما وصفه بالخروقات التي شهدها حفل افتتاح إفريقيا للمحليين. وتجدر الإشارة أيضا أن الكاف لم تعاقب منتخب المغرب بعد غيابه عن الشان التي أجريت في الجزائر. وفي الأخير، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.